يعني احكي لي عن ظروف لقائك بأنور وجدي، واحكي لي عن ذكرياتك يعني معاه. والله كان اول ما شفته قبل ما اعمل بنت الفقراء كنت عملت فيلم شهداء الغرام. شهداء الغرام ده كان قصة روميو وجولييت، قصة معروفة كان عملها الأستاذ الله يرحمه كمال سليم، فهو كان واخد سجون رول، يعني كان واخد دور تاني. ما تخافيش، أنا نور ابن عم بدر. ابن عم بدر. وأنا في الاستوديو وبشتغل في الفيلم دهوت وبعمل مكياج، وبعدين أسمع أنور وجدي أنور وجدي، واشتغلت معاه كنت حاجات بسيطة قوي يعني. فجيه مرة وأنا بعمل مكياج خبط على الأوضة بتاعت المكياج وقال لي تسمحي اقعد اتكلم معاكي شويه؟ قلت له اتفضل. فدخل قاعد يدردش وبتاع، وهو كان الله يرحمه هلهلي ودمه خفيف وكده. اما سمعت حته حكايه دلوقتي هايله قوي. على المره كان واحد ايه عارفينها؟ لا طب هقولها لك وانا خارج. قاعد يقول لي كام نكته وكام كلمه ومش عارف ايه، وبعدين قال لي انا عايز اعرض عليكي حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انا عندي قصه لطيفه جدا بالنسبه لك عشان تعمليها. قلت له ان شاء الله فرصه تانية نتكلم وابصر ايه، وفضينا الحكايه. بعد كام يوم برضه جه وقال لي انا عايز اقرا لك السيناريو اذا كان يعجبك. قلت له بس انا دلوقتي بعمل فيلم وما يعني معلش خليه الفرصه تانية. الحب انه يسمعني القصه. سمعت القصه قلت له والله لطيفه جدا، تفتكر مين المخرج يعني ومين اللي هينتج الفيلم؟ قال لي والله انا معايا قرشين وهشوف كمان. كان بيجرب اول مره ان هو يبقى منتج ولا كان انتج؟ كان مش منتج 100%، يعني هو زي ما تقول شخص معاه قرشين ولقى ناس معاهم فلوس يديهم القرشين دول ويكونوا شركه مع بعض ويشتغل. طبعا القرشين بتوعه كانوا تحويشه العمر، يعني تحويشه العمر، كان مبلغ ضئيل جدا وبتاع. فلما سالني انت تاخدي كام؟ قلت له والله انت عارف وسامع انا باخد كام. في الوقت ده كنت واخده 12,000 جنيه في شهداء الغرام. قلت له والله انا اخد 15,000 جنيه. اتخض وقع من على الكرسي وحركاته دي. كنت واخده 12,000 جنيه في شهداء الغرام؟ في شهداء الغرام لما كان الجنيه يعني حاجه، لما كان بقى رد يعني لله. نرجع بقى لانور وجدي. فلما قلت له كده عمل انه وقع من على الكرسي، وازاي وانا ده مش معقول. قلت له هو كده. النهايه اتفقنا علشان خاطره اني اخد منه 12,000 جنيه. فلما خد الكلام ده مني وراح للشركاء بتوعه وعرض عليهم الفكره، قلت له مين المخرج؟ قال لي الاستاذ كمال سليم. قلت له كويس جدا لان انا مستريحه معاه لانه حقيقي كان راجل مثقف ومتعلم وبيفهم قوي الله يرحمه. قلت له كويس جدا على خيره الله. واذا جينا وانا بكمل الفيلم ده الاستاذ كمال سليم عي جدا وراح المستشفى وكانت حالته سيئه جدا. فبصيت لقيت انور وجدي جاي بيقول كنت في الوقت ده مدموزيل ليلى كمال سليم عيان جدا وانا مش عارفه اعمل. وهو بيكلمني كده سرحت في ان انا مفروض ان المخرج ده، يعني اولا كل المخرجين اللي تقريبا اشتغلوا معانا بالتجارب يعني خدوا الاخراج يعني جربوا فينا الافلام مفيش كلام. صحيح نجحوا، انما ممكن برضو انور لو يجرب ويعمل فيلم يمكن التجربه دي تنجح ما تفشلش او تفشل ما اعرفش. فهو بيكلمني كده فكرت قلت له اسمع يا انور، ما تيجي انت تخرج الفيلم ده. اتجنن بقى قال لي حقيقي يعني تقبلي ان انا اخرج لك فيلم؟ قلت له ما اقبلش ليه؟ كل المخرجين اللي اشتغلنا معاهم قبل كده جربوا فينا، فيلا اخرج انت الفيلم. ايه رايك؟ فكر جديا. خد بعض والفرحه ما بقتش طايقاه ان انا قبلت انه هو لسه ممثل يعني. بس عرض الفكره على الشركاء بتوعه. الشركاء طبعا قالوا ازاي ليلى ما عرضتش، وجم قابلوني قلت لهم فعلا ليه لا، الممثل لازم يبقى ممثل قبل ما يبقى مخرج. هو راجل حساس وبيفهم وعنده تجارب واشتغل من هو صغير جدا وعنده فكره الاخراج. بس واتفقنا على كده على انه يخرج الفيلم واخرج لي ليلى بنت الفقراء. نجاح ساحق الحقيقه. وبعد كده هو بقى اتجوزنا في وسط الفيلم اثناء بنت الفقراء. لكن ما جبتيش اولاد من لا ما من